السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في عالم كريم وفضاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد ووصفة جديدة. اليوم حطيت معكم واحد الكيك اللي كيجي خفيف وكيجي زوين وكيجي ساهل واقتصادي، وشوفوا الهشاشة ديالو، مكوناته بساطين. هاد الكيكات كيعجبوا الوليدات خصوصا في التقطيعه، وكيجيو زوينين حتى في التقطيعه وحتى الشكل ديالهم. حاولت نزينهم شي شويه بخطوط شوكولا. مع هاد الحراره ما يمكنش لكم ديروا الكلاصاج ديال الشوكولا حيت دغيا دغيا كيذوب، فحاولت ندير لهم فقط هاد الخطوط. كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو وندوزو على بركه الله نستعرضوا المكونات. وشكرا جزيلا لكل واحد اللي خلى لي كومونتير، وشكرا للناس الجداد اللي دخلوا. مرحبا بكم معايا. اول حاجه خديت البيض في حراره المطبخ، اللي درت واحد الطريقه ديال الملحه في البول، ودرت هنايا 4 البيضات كبارين. ما بانوش ليا هنايا حيت تهرست الاولين جوج، وعاد زدت جوج اخرين. عندي هنايا واحد ساشيات فاني، وعندي كاس لاروب ديال السكر. انا كنحاول نقص شويه السكر من الكيك، نتوما يمكن لكم ديروا كاس عامر ديال السكر. فغنحاول نميكسي هذا الخليط مزيان مزيان حتى يذوب ليا داك السكر سنيده، والمكونات ديالي تذوب ليا، والبيض كيتغير اللون ديالو، وميم طو كيدير لنا هاد الفقاعات. صافي الكيك ديالنا كان يجي ناجح الا تبعنا هاد المراحل. انا هنايا عندي الرايب البلدي، نتوما يمكن لكم ديروا ياغورت طبيعي، كما يمكن لكم ديروا كاس ديال الحليب، لكم الاختيار. اما انا كان عندي ياغورت بنكهه، كان عندي الرايب بنكهه فاني، فاستعملت هذاك الرايب. كيجي زوين في الكيك. وزدت هنايا واحد ربع كاس ديال الماء ضروري باش نخفف هذاك الرايب، حيت الرايب كيكون ثقيل وكيكون عاقد. كنضربهم مزيان حتى كيتجانسوا لي هاد المكونات وكيتميكساو ليا مزيان. غادي نجيب واحد الكاس ديال الزيت النباتيه. عندي كاس عامر من فئه الكيسان ديال العنبه، راه كلشي عنده هاد الكيسان ديال العنبه. غنضيفو وغنخلط المكونات مزيان حتى كتجانس ليا تجانس المكونات مزيان مزيان. كنضيف ليهم في هذا الاثناء جوج كيسان ديال الدقيق اول مرحله، وكنخلط مزيان هاد المكونات حتى كتجانس ليا. في هذا الاثناء راني ضفت الكاس الثاني. غادا نحاول نغربل المكونات مزيان. هاد الصيف كيخرجوا شي حشرات في الدقيق، فاحسن حاجه هو كلشي كتغربلو باش كتكونوا مرتاحين. كنحاول نخلط هاد المكونات مزيان يتجانسوا ليا. من بعد فاش كيتجانسوا ليا الدقيق مع المكونات وكيشرب ليا الدقيق السوائل كامله اللي عندي، كنبقى غادي بشويه بشويه حتى كنشوف القوام ديال الخليط. ففي هاد الاثناء غادي نزيد كاس ديال الدقيق يكون عامر ضروري. هاد المكونات تبعوهم راه كيخرجكم واحد الكيك ناجح وكيجي عالي وكيجي رائع. فيتبعوا المقادير، ما غاديش تندموا على الكيك ديالكم. صافي كنبقى بهاد الطريقه حتى كنخلط المكونات مزيان مزيان. انا البيض ما كانش عندي كبير بزاف. الا كان عندكم البيض كبر من هذاك الحجم، كان عندكم البيض كبير، فضروري غادا تزيدوا هنايا واحد جوج معالق ديال الدقيق. فكان عندكم البيض صغير، صافي تكتفيو فقط بثلاثه الكيسان ديال الدقيق. وغادا ندير ثلاثه الساشيات ديال الخميره ضروري. هاد الخميره كتعطينا واحد القوام زوين للكيك. فهاد التكتلات ديال الخميره ما تديرهمش في الكيك، راه كيخسروا الكيك. ضروري ما كتغربلوا الخميره باش كتشوفوا التكستيل ديال الخميره. الا كانت فيها الحبيبات راه ما كتجيكمش الكيك ناجح، فضروري كتغربلوها. فملي كنخلطها مزيان مع المكونات وكنشكل رقم 8، كنشوف القوام ديال الخليط بانه هو صافي. القوام هو هذاك، يعني ما غاديش نزيدوه الدقيق، ما كيكونش الخليط خفيف، وما كيكونش الخليط ثقيل بزاف. ففي هذا الاثناء غادي نزيد واحد الملقه ديال الخل باش كتعاوننا على تفاعل الخميره وكيخفف لينا الكيك. هذه هو الدور ديال الملقه ديال الخل. صافي في هذا الاثناء غادا نحاول انايا ناخذ هذاك الكيك ديالي، وغادا نجيب واحد المول اللي غنكون ديجا دهنتو طويل، غيكون دهنتو بالزبده ورشيت عليه الدقيق. غادا في هاد الاثناء غادا نوضع الكيك اللي عندي، الخليط ديال الكيك غنوضعو كامل في المول، وغنخلي تقريبا واحد ما بين 5 المعالق ديال الخليط اللي غادا نوضعو باش غنزيدو عليه الشوكولا اللي كتكون نوعيه جيده باش كتعطينا واحد القوام زوين بزاف، وكتغير لينا الكيك ديالنا، وكتجينا طبقه بالشوكولاط وطبقه ديال الفاني.
نتوما يمكن لكم تقسموا المقادير كما يمكن لكم ديروا كما درت انا هنا خليت تقريبا واحد 4 معالق صغارين كبارين، يعني تقريبا واحد زلافه ديال الخليط. غادا نضيف عليها واحد المعلقه ديال الكاكاو اللي كيكون نوعيه جيده باش كيعطينا واحد الطعم زوين في الكيك وكيبدل لينا حتى الكيك ديالنا. كنحاول نخلط المكونات كاملين بسباتولا مزيان مزيان حتى كيتجانسوا ليا. ملي كنشوف الخليط ديالي راه ولا ليا ثقيل بهذا القوام، يعني راه غادي يهبط في الكيك وغادي غيجيني قاصح ثقيل بزاف في الكيك. فغنحاول نزيدو واحد شي شويه ديال الماء، تقريبا ما بين ملعقه حتى 2 ملعقات، وانتم كتخدموا فيه حتى كيخفاف لكم. فقط الماء. الا كان بغيتو تضيفوا الحليب يمكن لكم تضيفوا واحد ملعقه ولا 2 ديال الحليب. انا فقط درت غير الماء، وراه الماء كيخففو، بحيث انايا خدمت بالماء وخدمت بهداك هداك الريب، من احسن نكمل بالماء. هنا لقيت الخليط باقي شويه ثقيل، فغادا نحاول نزيد شويه نخففو. من بعد فاش كنخففو كنجي وكنوضعو على هداك الكيك اللي وضعنا ديال فاني بهاد الطريقه. يعني طريقه سهله كنصبوه فوق منه، يعني طريقه عاديه ماشي شي حاجه بحال ما هكايا. وغنحاول نوزعو بسباتولا، راه كيجي رائع وكيجي يعني نص فاني ونص ديال الشوكولا، وكتجي بنينه بزاف. والوليدات كيعجبوهم بحال هاد لي كيك كنوزعو بهاد الطريقه. كنبقى نقاد فيه بشويه بشويه بسباتولا حتى كيتقاد ليا، ومن بعد كنجيب واحد السكين باش كنسهل عليا. كنبقى نخدمو بهاد الطريقه باش كيجيني زوين بزاف. صافي كنشعل الفران على 180 دوغري، كندير النار فقط من التحت. والتزيين كنجيب شويه ديال اللوز افيلي الا كان متوفر لكم، ما كانش متوفر يعني لا داعي تقدروا تستغناو عليه. انا حيت كان متوفر عندي فقط درت شويه ديال اللوز افيلي، تقريبا 2 معالق، وزعتهم على الوجه ديال الكيك. صافي غندخلو الكيك ديالنا للفران على 180 دوغري، النار من التحت حتى كيطيب لينا. عاد كنقلبوه وكنشوفو نديرو ليه النار من الفوق، كيجي محمر بحال الفوق بحال التحت، كيجي عالي. من بعد فاش كنخرجو كنخليه في المول تقريبا واحد نص ساعه حتى ساعه الا ربع حتى كيبرد ليا. عاد كنديمو ليه باش ما كينزلش لنا الكيك ديالنا. والتزيين كيبقى اختياري. انا هنا كانت عندي شويه ديال الشوكولا اللي ذوبتها ودرت لها واحد المعلقه ديال الزيت باش تخفف شويه. صافي نديرها خطوط بحال ما هكايا فوق الكيك. وهذا هو التزيين ديالها البسيط جدا، كيجي زوين بزاف. كنتمنى يعجبكم هذا الكيك ديالي، وكنتمنى تعجبكم الوصفه اللي سهله واقتصاديه، وكيجي كيك زوين بزاف اللي نوجدوه للخرجات ونوجدوه للوليدات والعائله ديالنا. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، كنتمنى يعجبكم الوصفات ديالي، وكنشكر كل واحد اللي كيخلي ليا كومونتير زوين. شوفوا تبارك الله كي جا هشيش بزاف.